كنا نتمناه للزمالك التفوق. أورلاندو 4 أهداف مقابل هدف. شريط الأهداف انطلق منذ الدقيقة 27. باسيل تمكن من تسجيل الهدف الأول لأورلاندو، ثم بعد دقيقتين فقد تمكن شيكابالا من تعديل النتيجة وإعادة الأمل للزمالك بهذا الهدف، هدف لمثله نهاية الشوط الأول. ثم في الشوط الثاني 3 أهداف كاملة قبلتها شباك حارس مرمى الزمالك جنش، بدأت من الدقيقة 52 عن طريق هذه الكرة الذي سددها مرة أخرى باسيلا كان في التمرير وسجل الهدف مياني، هدفين مقابل هدف. ثم هدف الثالث في الدقيقة 74 تلاه هدف ثالث رابع عفوا في الدقيقة 83 لدين إكلات رباعية في شباك الزمالك مقابل هدف وحيد، تنضاف إلى الهزيمة التاريخية الأخرى التي كبدها أورلاندو للأهلي المصري منذ أسبوعين، 3 أهداف مقابل 0. هذا الفريق أصبح مثل الشبح الذي يهدد كرة القدم المصرية في هذه المجموعة. كابتن أيمن طبعا يعني فريق يستحق طبعا الفوز.